الريح كانت تعصف بشكل غير طبيعي في القرية، والجميع في حالة من الرعب، وكأن الأرض نفسها كانت ترتجف. الوقت كان يمر ببطء، وكأن الساعة توقفت في اللحظة التي ظهر فيها الضيف الغامض. في المنازل المظلمة لم يعد هناك حديث إلا عن الرجل الذي جاء في الليل والشبح الذي لم يذهب. بدأت أقدامهم تتحرك ببطء، ولم يعد هناك مهرب، والهمسات التي كانت تلاحق الجميع كانت تتحول إلى أصوات غير طبيعية، كالأنين الذي ينبعث من داخل الأرض نفسها. الساعة اقتربت من منتصف الليل، وكل شيء بدأ يبدو مشوها تحت الضوء الخافت، كأن كل شيء في العالم بدأ يتحول إلى كابوس رهيب. صوت الساعة القديمة كان يرن في أذنه بشكل متسارع. كان الصوت يتعالى مع كل دقيقة تمر، وكأنها تستدعي شيئا مظلما أو شيئا مدفونا في تاريخ القرية منذ زمن طويل. وفي تلك اللحظة عم حسن قرر إنه مش هيقدر يهرب من الحقيقة دي، الحقيقة اللي لسه مش قادر يفهمها. رجع للمكتبة القديمة، المكان اللي كان متجنب يروح له لسنوات. كان قلبه يدق بسرعة، وكأن الأرض نفسها عارفة إنه جاي علشان يواجه الشر اللي ما يقدرش يهرب منه. الريح كانت تعصف بشكل غير طبيعي في القرية، والجميع في حالة من الرعب، وكأن الأرض نفسها كانت ترتجف. الوقت كان يمر ببطء، وكأن الساعة توقفت في اللحظة التي ظهر فيها الضيف الغامض. في المنازل المظلمة لم يعد هناك حديث إلا عن الرجل الذي جاء في الليل والشبح الذي لم يذهب. بدأت أقدامهم تتحرك ببطء، ولم يعد هناك مهرب، والهمسات التي كانت تلاحق الجميع كانت تتحول إلى أصوات غير طبيعية، كالأنين الذي ينبعث من داخل الأرض نفسها. في اليوم التالي عم حسن قرر إنه مش هيقدر يهرب من الحقيقة دي، الحقيقة اللي لسه مش قادر يفهمها. رجع للمكتبة القديمة، المكان اللي كان متجنب يروح له لسنوات. كان قلبه يدق بسرعة، وكأن الأرض نفسها عارفة إنه جاي علشان يواجه الشر اللي ما يقدرش يهرب منه. دخل المكتبة وسط الظلام، والجو كان ثقيل لدرجة إن الهواء نفسه كان معبأ بالهمسات والأصوات الغريبة. كأن المكتبة دي مش مكان طبيعي، وكأن الجدران نفسها كانت تحكي عن كل روح ضاعت في الداخل. وفي الزاوية البعيدة كانت الساعة القديمة اللي ما كانش يقدر أحد يقترب منها. الساعة دي كانت معروفة في القرية بأنها سبب الشر والألم اللي مروا بيه جميعهم. الضوء الوحيد كان ينبعث من الشموع اللي عم حسن كان بيشعلها بشكل متقطع. مع كل شمعة يشعلها كان يحس إن الدنيا بتقرب منه أكتر وأكتر، وكان كل ثانية تمر كان يحس إن شيئا رهيبا في طريقه للظهور. فجأة سمع صوت خفيف جدا، وكان الصوت بيقرب منه. قلبه بدأ يدق بسرعة، وعينيه كانت مش قادرة تركز. وشافه الضيف الغامض كان واقف قدامه مرة تانية. كان ضيفه، والوجه ده كان أكثر مرعبة من أي وقت مضى. عيناه كانت غارقة في سواد عميق، والابتسامة اللي كانت على وشه كأنها محفورة بالدم. رجع له نفس الصوت اللي سمعه في الليل الأول. انت فاكر انك هتقدر تهرب؟ عم حسن حاول يتكلم، لكن لسانه كان تقيل، وكأن كل حرف بيخرج من فمه كان بيديه تأثير على قلبه. انت مين؟ ليه جاي تخلص علينا؟ لكن الضيف الغامض ما ردش عليه، لكنه بدأ يتحرك خطوة خطوة في اتجاهه. كل خطوة كان ضوء الشمعة يضعف، وكأن الظلال كانت بتسحب الضوء بعيدا. مع كل خطوة كان عم حسن يحس إن العالم بيختفي من حواليه، وإنه مش هيمشي من المكان ده. فجأة نزلت السماء سحابها، والجو أصبح باردا جدا. زادت الهمسات، وكانت بتحيط بالمكتبة من كل ناحية. وكان عم حسن عارف إنه ما عادش عنده فرصة تانية، لازم يواجهه، لازم يوقفه قبل ما يقدر يتحكم في كل شيء. جريت خطواته لأقرب زاوية، وفتش في المكتبة بسرعة. لقى كتاب قديم جدا كان بين الكتب المغبرة. لما فتح الكتاب حس إنه دخل لعالم تاني. الكتاب كان مليان برسومات غريبة وكتابات مش مفهومة، لكن في صفحة واحدة كانت مكتوبة جملة: عندما تقابل الظلام لا تفر إلا إذا كنت مستعدا للموت. وما بين السطور فهم عم حسن السر. الكتاب ده كان جزء من اللعنة، كان هو المفتاح للعالم المظلم اللي دخل فيه الضيف الغامض، والآن كان لازم يواجه المصير. الضيف الغامض اتقدم مرة تانية، والوقت كان بدأ يلف حوله. لكن فجأة وقعت الساعة القديمة على الأرض، وضوء خافت جدا بدأ يطلع منها. المكان كله اهتز، وكأن كل شيء كان بيرتجف. عم حسن رمى الكتاب على الأرض وركض لورا، وكان عينيه مليانة بالدموع. في لحظة اختفى الضيف الغامض، وكأن كل شيء تلاشى في اللحظة دي. لكن الغريب إن عم حسن لما بص حوله لقى المكتبة ما فيش فيها أي حاجة زي الأول.
كل الكتب كانت ضاعت وكل الصور اختفت، والأرض نفسها كانت تغطيها طبقة من الغبار. لكن في اللحظة الأخيرة قبل ما يخرج من المكان رجع عليه صوت الهمسات تاني وكأنها بتهدده: اللعنة مش هتخلص، دي بداية النهاية. وابتدت جدران المكتبة تتساقط، والهواء بدأ يبقى ثقيل جدا وكأن المكان نفسه بيبتلعهم. وبينما هو بيجري للخروج حاسس إن الضيف الغامض بيلاحقه في كل زاوية، لقى نفسه واقف في وسط الحقل. كل شيء كان مظلما، والريح كانت قوية جدا لدرجة إنها كانت بتشد في ملابسه. وبعد لحظات اختفى الضيف الغامض مرة تانية، لكن عم حسن مش عارف إذا كانت النهاية دي هي نهاية الشر ولا بداية شر جديد. المكان كله بدأ يتحرك، والأرض نفسها كانت تهتز تحت قدميه. الهواء كان ثقيلا جدا، وكل نفس كان يخرجها يشعره أنه على حافة الجنون. وفي تلك اللحظة الأخيرة وسط الظلام والهمسات التي كانت تملأ المكان بدأ يتساءل: هل فعلا كان ذلك ضيف غامض، أم كان مجرد مرآة لأشياء مظلمة دفنها في عقله؟ عينيه كانت مليئة بالدموع، وفي رأسه كانت الأفكار تشتبك مع بعضها. كان يشعر وكأنه قد سقط في فخ لا مفر منه، قد يكون هو نفسه الشر الذي كان يهرب منه طوال الوقت. فجأة صمتت الرياح، وتوقف الصوت في لحظة غير متوقعة. عندما نظر إلى السماء كانت واضحة بدون غيوم، ولكن الأشجار كانت تهتز كما لو كانت تحذر من شيء قادم. كان عم حسن يقف هناك في وسط هذا الهاجس المرعب، يشعر بشيء غير مرئي يراقبه، بينما يراهن على النجاة في عالم بات أكثر ظلاما مما كان عليه. هل سيكون الخروج ممكنا؟ أم أن النهاية كانت في البداية؟ لو عجبتك القصة وعايز تعرف أكتر، متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات المرعبة والجديدة. تابعونا علشان تكتشفوا المزيد من الأسرار والتفاصيل المدهشة في عالمنا المرعب.